ولا رونكانديل؟ حسب اللي ظهر في المانهوا افراد رونكانديل زي شيرون اللي بمرتبة نصف استغفر الله العظيم يعني، واخوات جين الكبار عندهم قوة تدميرية وسحر ظلال يتجاوز المقاييس الطبيعية. في الجهة التانية عائلة راجنا عندها افراد اقوياء جدا وقصاة مثل الاب باجوس، لكن قوتهم ما زالت محصورة في نطاق المبارزة البشرية الفائقة والسياسة الصارمة، ولم تصل للمستويات الخارقة والتدمير الشامل يعني اللي استعرضها افراد رونكانديل. وعموما في وجهة نظري، وطبعا ممكن نختلف عادي، ان سورد ماستر يانجست سون يعتبر عمل احسن، لان البطل فيها مش بيعتمد على قوته العضلية بس، لكن بيستخدم عقله وذكائه السياسي للسيطرة على عائلته وهزيمة اعدائه. القصة بتديك شعور بانك قدام صراع عروش حقيقي وفخم، بينما الجهة التانية بتعتمد اكتر على التدريب التقليدي والقتال المباشر المتكرر، ودخلت بقى اللي هو انت المختار كنا بانتظارك منذ 700 سنة، والدخلة دي اهدى ما تقفلش الفيديو استنى. هنكمل بقى المقارنات، يمكن العصبات تروح ولا حاجة. انا في رأيي ان الباور سكيلينج في عالم رونكانديل اعلى بكتير من عالم عائلة راجنا، فده نفسه هو اللي عامل المشكلة. يعني لو الناس في قوة متساوية او نفس الظروف كان ممكن رأيي يختلف، لكن اللي انا شايفه بصراحة بقى يعني ان مقدار قوة شيرون او جين رونكانديل يتفوق في السحر والسيافة على ثيو من راجنا. خلاص اهم حاجة ما تشتمش يعني عشان هجيبك يا اسطى، وما تنساش بقى تقول لي ايه العائلة الافضل بالنسبة لك، وتشترك في القناة وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.